إذا للشعر مكانة كبيرة عند العرب، فهو سجلهم الخالد الذي يحمل عاداتهم وتقاليدهم وأيضا مكارم أخلاقهم، وهو الذي يرسخها وينقلها للأجيال المتعاقبة. وضيفنا اليوم شاعر قدير من المملكة العربية السعودية تفرد بشعره وبقريحته الشعرية، فلنرحب معكم بالشاعر مروي السديري، فهو شاعر ورئيس أقسام الشعر في جمعية الثقافة في منطقة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية. وصبحك الله بالخير شاعرنا. يا هلا، صباح النور اختي. يا مرحبا بك. يعني بداية نرحب بك في إمارة الشارقة وبالمنطقة الشرقية بالتحديد. الله يعطيكم العافية. وأنا في الإمارات حقيقة أعتبر نفسي ماني ضيف صاحب محل في جميع مناطق الإمارات. بالفعل. طول أعماركم وشكرا لاستقبالكم الجميل والحفاوة اللي لقيناها من وصلنا للاستديو في برا وبأي مكان. هذا واجب منا. يعني معنا اليوم ما شاء الله شاعر مخضرم مختص في الشعر النبطي، وكانت له جلسة أيضا بالأمس اللي هي جلسة أيضا قراءات شعرية في خورفكان. نعم صحيح. نتحدث أيضا عن هذه الجلسة، كيف رأيت مدينة خورفكان؟ جميلة جدا في أهلها وفي ناسها وفي ما شاء الله كرمهم، وعلى في حولها موضوع كتبت فيهم قصيدة. كتبت في خورفكان قصيدة وانا قادم بالطياره قلت خورفكان يستاهل. جميل، نسمعها عيل. ابشري بعزك، انا استاذنكم لان ما حفظتها فاضطر اني اقراها من هنا. نعم، يعني انت شاعر ارتجال ولا تحب دائما انك تكتب؟ الشعراء الحقيقيين احيانا يرتجل. صحيح. اي نعم، الشعر الحقيقي ما عنده مشكله في اي مجال يعني. لكن اني احيي من مجلس مطاريق وعيان، سعيد فيكم المشاعر سيده، اليوم يحظ المعاني والاوزان على محبتكم حروفي شهيده، مندوب لمحمد وللملك سلمان، للديار زايد والقوافي جديده، عند الجميع يا زايد لهم شان، كم واحد فك ظروفه وقيد، الشيخ ابو خالد المنجاه مزبان، سلايه المجد التريد وحفيده، عسى الامارات برخا ومن وامان، الشعب وافي والحكومه رشيده، وحنا هنا بضيافه الشيخ سلطان، ومارته صارت بحكمه فريده، يا ابو سالم يا طيبها الخورفكان، ما تكفي اصحاب الجمايل قصيده، مدها للعاني وللمجد عنوان، ما همهم حب الحياه الزهيده، من طيبهم لجيتهم مثل الاخوان، كل يحس بشوفه الضيف عيده، تلقى رجال الطيب في كل ميدان وقت المواقف الظروف الشديده، يا حي تلقين المواقف والايمان عز الخوي واللي ذخرهم رصيده، الشعر بوح الروح والفعل برهان، اجي ولو كان المسافه بعيده. يا سلام، صح لسانك، شاعرنا مبدع بجميع ايضا الابيات اللي تذكرها، وايضا القراءات اللي دائما نسمعها، وخاصه مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. ما شاء الله عليك شاعر ايضا، يعني لك بصمه في وسائل التواصل الاجتماعي وبالتحديد يعني سناب شات والتيك توك. صحيح. يعني لماذا؟ انا اقول لك هو اول شيء هي من فضل الله سبحانه وتعالى، كنا اول من خلال تعرفي التواصل كانت يمكن القناه التلفزيونيه صحيح الوسيله الوحيده. نعم. او الصحيفه او الجريده الى، لكن الحين الشاعر الحقيقي او الكاتب الحقيقي او صاحب الحرفه او صاحب المهنه من خلال التواصل يبين يعني كانه تحت المجهر ان كان جيد او ما كان جيد، فالتواصل يعتبر قنوات شهره توصل للشاعر، توصل صوت الشاعر خلال ثواني لاي مكان. صحيح، عن طريق 5 أبيات أو 6 أبيات يعني. صحيح. فهنا تكمن أيضا قوة الشاعر. صحيح. في إرسال أيضا رسالته مشاعره خلال 5 بيوت أو حتى 6 أبيات من الشعر، بحكم أنها هي ما تعرفي ما يأخذ إلا 6 بيوت. فعلى هذا الموضوع يعني أنا انتشر لي مقاطع يمكن مثل ما تفضلتي كثيرة من خلال التواصل. صحيح. والحمد لله الواحد يسعد يوم يشوف بوحة يتغنى فيه شخص ولا بأي مكان يقول لك قصيدة من قصائدك، تكون سعيد لأن بوحك وصل لامس إحساس الناس. صحيح. ومشاعرهم، وخاصة من اختيار أيضا المفردة الجميلة، وخاصة صحيح. اللي تكون أيضا بالنبطي. أنت تخصصت في الشعر النبطي. صحيح. لماذا النبطي بالذات شعرنا؟ النبطي لأن احنا مدارس نبطية، احنا بالخليج بشكل عام مدارس نبطية الأغلبية يعني تعكس حياتنا، وهي من تعلمناها من أجدادنا ومن الشيبان ومن اللي قبلنا. فطبعا بالسعودية ما شاء الله مدارس متوفرة، بالإمارات بالكويت بقطر بالبحرين، مدارسنا متشابهة، لكن الشعر النبطي جميل لما توظف توظيف جميل يلمس إحساس الناس ومشاعرهم في كل الفئات. فحول هذا الموضوع يعني على مقاطع صغيرة يمكن وقلت انه من خلال التواصل يمكن اخذت مقاطع يمكن او شاهدت مقاطع. صحيح. على حول العتب يقول،
أنا أعتبرها قوة الشاعر تكمن في تلخيصه لفكرته في هالبيوت، سواء على أساس أن القصيدة الطويلة ما الناس ما عندها استعداد تقرأ القصيدة الطويلة. أنا أشجع يعني المقاطع الصغيرة اللي تنتشر. يقول تذكر هذاك القلب الأبيض كيف كان، وتذكر بلطف وطيب كيف يعاملك، اليوم جف من العواطف والحنان، ما عاد مثل أول تجي ويجاملك، أصبح قوي من كثر صدمات الزمان ومن كثر صداتك ومن تعاملك، أنا مغادر وندور لك مكان، تأكد أن العفو ما هو شاملك. الله عليك. يعني لاحظنا أيضا واللي لاحظته عندك تفعيل للمفردة وأيضا تجديد للشعر. الحمد لله. أنت مع هذا التجديد ومع هذه التفعيلات للمفردات الجديدة مقارنة بالشعر القديم لربما؟ نعم. طبعا احنا في نقلة نوعية. نعم. شملت الشعر وشملت أشياء إلكترونية وأشياء حياتية، شملت كثير من حياتنا. فالتجديد مطلوب. يعني أنت لما تفعل المفردة، أنا مع هذا الموضوع، بس الشيء اللي هو يكون ما تفقد قيمته، ما تفقد قيمته، صحيح. ولا يكون غامض للمشاهد والمتابع. يعني أخرى يقول الثانية تغريدة يقول حول برضه عتاب، يقول غيرني أسلوبك ما غيرني الوقت، إن جيت لي مسموح وإن رحت مسموح، عليك في صدق المشاعر تفوقت، ومعاك شفت الصمت يغني عن البوح، أشوفك أول راحتي لا تضايقت، أيام كنت النبض للقلب والروح، إن غبت عنك تقول لي وينك اشتقت، واليوم ما لي في معاتبك مصروح. يا سلام. الحين تقريبا لو حسبنا القصائد اللي موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي كم قصيدة؟ والله ما اقدر احصيها لك. جميل. واللي اعرفه من الشعراء خاصه المخضرمين عندهم صعوبه في الاستيقاظ مبكرا نظرا لان طول الليل هم يكتبون. فهل الليل يعني هو ليل الشاعر. ليل الشاعر صحيح. فهل انت ايضا من ضمن هؤلاء الشعراء؟ والله اليوم انا من غلاتكم جيت من بدري صحيح. ما تقصر. ولكن طبعا الليل دائما يكون الشاعر ياخذ راحته مع نفسه ومع نصوصه الشعريه، غالبا بالليل يكون سكون وكذا. صحيح. تجي قصائد في الفتره دي يعني. نعم. الله يعطيك العافيه. فذكرنا يعني قصائد الارتجال، فلو نتحدث ايضا عن هذه القصائد، من اين يستلهم الشاعر افكاره خاصه في قصائد الارتجال؟ طبعا يستلمها، انا دائما اقول الشاعر لازم يكون صاحب خيال واسع. نعم. وصاحب فكره، لان طول ما تكون انت مخيلتك مع الشعر وفكرك بالشعر ومحب للشعر، قبل ان تبتعد مثلا، اغلب الناس يقول انا وصلت مرحله ببتعد عن الشعر، ترتجل ايش يعني؟ لانك انت ممكن تتكلم شعر بالشارع، تتكلم شعر بالاستديو، تتكلم شعر في بيتك مع احبابك مع عيالك مع اصحابك مع اهلك. الشعر لغه جميله وفن من فنون العرب يعني نعتبرها. نعم. وهل هي فطره؟ هذه فطره. نعم صحيح. نعم. يعني هي ليست عاده مكتسبه او حتى صحيح. موهبه مكتسبه، ولربما ايضا تسقل هذه الموهبه بالكتابه وغيرها. صحيح. يقال والعهده على القائل ان الشعر هي اللي تفرض على الشاعر. القصيده هي قبل او هذه القصيده نعم قبل ان يكون شاعر يعني متمكن هي تفرض، انما بعد ما صار شاعر متمكن لا هو اللي يفرض الفكره. انا هذا رايي يعني. الشاعر المتمكن هي بعد ما يتمكن من النصوص الشعريه والبحور الشعريه، بدايه يعني كل شاعر له بدايه، مثلا ممكن يكتب اي كلام او اي فكره تجيه يكتبها، لكن فيما بعد ما كل فكره ممكن تعجب الشاعر اذا ما كانت فكره قويه ويحس انها جميله توصل لمسامع الناس. ذكرت كلمه جوهريه، شاعر متمكن. من هو الشاعر المتمكن؟ الحين ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي اصبحنا نرى كل من لديه ابيات شعريه يطلق عليه شاعر. صحيح، كلام منطقي. بسم الله عليك. هذا الشيء طبعا هو طبعا دائما سالوني في خورفكان نعم عن ما هو سر الشاعر ونجاح الشاعر. نعم. قلت سر جمهوره. صحيح. صراحه قالوا لي سؤال ثاني، كان مذيعنا جميل مثل سيادتك يعني ما شاء الله ينبش اسئله. ما تقصر. قال لي الشاعر استمراريته، قلت برضه يعني بروحه بتعامله، لان الغرور هو اللي يقتل الشاعر. انما الشاعر الحقيقي الناس تقيمه، الناس تتغنى في نصوصه، الناس هي تحكم، والثقه بالنفس طبعا موجوده، لكن اغلب الناس لو كتب بيت يقول انا شاعر. صحيح. صح. ولو كتب 100 بيت
بعضها ما تغني اذا ما فيها شيء يشد الانتباه. والناس هي السلطه المطلقه، يعني انا اعتبرها دائما هي اللي تحكم. نعم. فحول الموضوع قبل شوي نقاشنا حول قبل الهواء يقول قصيده انا اعتبرها راضي عنها يعني، بس في قافها في تحدي للقافيه وليس للشعراء. الشعراء احنا نسعد لما نسمع اي شاعر من الامارات من السعوديه من دول الخليج نستمع له بانصات يعني. هذه بالنسبه للقصائد لربما المغناه اللي يغيرون من وزنها وقافيتها. المغناه هي بالدرجه. نعم. نعم. وفي كذلك غير المغناه مثل المطروحه او المنشوره تجد نص تسمع مره تعيده مره ومرتين وثلاث. انما بعض القصائد احنا نسميها حشو، يعني ما فيها بيت يلمس مشاعر او احساس. نعم. مشاعر المستمع. يقول لي اللولو واللي جيت من بطن المحار، ما مربك سرب الحمام وناح لك، موطنك في صدري خذ النصف اليسار والنصف الايمن غار منه وراح لك، كابر ولكن حس في حال انكسار من كبريائه والوفاء مباح لك، والعتمه اللي شتتت وجه النهار استودع الطهر الشعور بساح لك، ما بين برد وبين ثلج وبين نار احتاج لك، عطر قصيد وفاح لك رغم احتباس الجو واوضاع الحصار، لو كان يملك صوت قام وصاح لك، ما صعب من الضيقه بعد طول انتظار الا غياب اللي غيابه ناح لك، بعض الجمل من غفلة احساسك تغار مع العسل ذابت على مناح لك، اما القلوب اللي غلاها مستعار لو تحتويها ما تكون ارباح لك، ما زلت اشوفك بالقدوم انت المطار وما زلت احس اطهر ثرى سواح لك، ولان الكبار تموت بقلوب الكبار سولفوا كل اللي تبي مباح لك، شو اقول لك؟ تبغى الحقيقه باختصار بوح الشعر وانا معه مرتاح لك، لكن من الواجب خذيت الف اعتبار الوافي اللي في عيونها كاح لك صدري معاميلك وقلبي لك وجار دم الحطب قدام عينك طاح لك، سؤال في بالي قبل تاخذ قرار، الشوق ما صحك ولا لاح لك؟ يا سلام صح لسانك. يعني اللي استشعرته ايضا ما شاء الله انت متمسك بالقصائد القديمه من خلال اختيارك للمفرده، فنرى او خلط. نعم. نرى الان في بعض القصائد طمس صحيح لمعالم ايضا الشعر القديم. يا سلام عليك. اللي يحدث في هذا الموضوع اغلب الناس يقول لك انا ضد التجديد او تحديث المفردة. انا اقول لا، كل الناس متعلم والشعراء حقيقيين مو ضد التجديد. نعم. انما ضد الغموض، يعني في فرق هناك فيه. صحيح. الغامض، الشعر الغامض اللي فيه رمزيه وفيه هذا ما راح يمكن لا نعرف اصلا ما هي رسالته والهدف من هذا الشعر. هذا الكلام. فدائما الشعر يعني له درجات، اولا معنى الشعر، فكره القصيده، موضوع القصيده، الارتقاء فيها، تشكيلها الجزئي والكلي علشان تظهر بصوره جميله وتكون مباشره الناس. نعم. ممكن يسمعونها مره واكثر من مره. صحيح. واللي تعجبني ايضا في الجلسات الشعريه اللي هي المناظرات الشعريه. صحيح. فلو نتحدث ايضا عن اهميه المناظرات الشعريه وبالتحديد للشعر النبطي. المناظرات احنا هناك عندنا وطبعا منتشره في، انما يمكن بالسعوديه اكثر شيء، اللي هي المحاوره الشعريه. المحاوره الشعريه بالفعل. المحاوره طبعا احنا لغه جميله وفن جميل بحيث انها ما تصل خلينا نقول مستوى مو جيد، يعني اغلب الناس ممكن يتطرق للشاعر وقبيله الشاعر والى اخره، هذا طبعا مرفوض عند الناس العامه والشعراء والجميع. لكن الشيء الجميل فيها لما يكون فيها فكاهه وفيها رمزيات بينهم غير غامضه برضه للجمهور مفهومه، هذا الناس تشجعها وتحبها. جربت الشعر الفكاهي؟ والله اني كتبت اسماني حافظ، يعني كتبت كثير بالفكاهي. وانت في اي مجال متخصص شعر؟ انا متخصص بالشعر النبطي، يعني بكل بحوره. جميل. بكل بحور الشعر بشير كان بفضل الله، يعني انما الفكاهي ما يحضرني، ولا في قصائد باصحاب وزملاء وطلعات برو في شيء من الفكاهه، لكن النبطي بكل يعني تعرف بحورها الاجتماعيه والوطنيه والغزليه والى اخره. جميل. وهل جميع هذه الامور تحتاج الى دراسه؟ طبعا. الى اطلاع، ام هي تاتي ايضا مع الفطره ومع الموهبه؟ طبعا هي الموهبه شيء رباني. صحيح. طبعا ما تفضل. وفيما بعد تصغر موهبتك الانسان، يعني مو عيب انك تصغر موهبتك كشاعر ككاتب، يعني اي انسان ممكن يعمل على نفسه يطور من مهنته. احنا في اي مجال ترى هذا اعتقد شيء طبيعي، يعني يلزم على الشخص. اي مجال، يعني كاتب رياضي، خلينا نضرب مثلا بالرياضه مثلا، اذا ما كنت تحت اشراف مدرب
ما راح مهاراتك تكون بالشكل المطلوب، يعني تبقى على مستواك. نعم. فالشاعر كذلك انه مو عيب انه يطرق مجالس شعراء وكتب ومراجع، ومن هنا اكيد راح ما دام عنده الموهبه موجوده راح يتطور طبيعي. جميل. طيب السؤال هنا شاعرنا، كيف ترى الساحه الشعريه وبالتحديد النبطيه في الوقت الحالي او حتى في الخليج العربي؟ خلينا نكون صريح معك ومع الجمهور، مع الجميع ومع المتابع. الساحه الحمد لله بخير، بس اذا تسلم من المزايدات او المدح الزائد، لان اغلب الناس صار المدح في اماكن كثيره، واغلب الناس ماجور للاسف الشديد. خلينا نكون اكثر شجاعه وصراحه. نعم. قال لك امدح فلان يا اخي، هذه مشاعر لا تباع. صعب انا لي يمكن حول الموضوع هذا حديثنا ما شاء الله يجرنا القصائد، يعني استشهد فيها. لي قصيده يقول لا امدحوا الطيب، امدحوا مو عيب، امدحوا ما دام تعرفه وتعرف صفاته، والله امدح وحطه فوق هامش. صحيح. اما انسان ما تعرف عنه يجيك شخص يقول لك امدح فلان، ما تدري يمكن قصيده صاحبها يموت وهي باقيه حيه. نعم. صح ولا؟ صحيح. فلي قصيده واحد يقول الطيب دونه يقوم اللي يبيه ويطيح، ولا يجي دون فعل بقوله تبشر وسم. يا والله لو عشت الانسان تحت الصفيح، العز حفظ الكرامه دام بالوجه دم. لو جف وجه الكريم من الزمان الشحيح، ما قال كم يا القصيد امدحوا من يستحق المديح. اللي يقول يطول الكايده هو المهم. لو جف وجه الزمان لو جف وجه الزمان الكريم من الزمان الشحيح، ما قال كم من خسائر ولا ارباح كم. يبقى مقام الشعر مثل خوي الصريح، اللي جيت له باللي تبي قال تم. إن ما وقف وقفة المطروخ ما يستريح، لا جاه من يشتكي حاجة وضيقة وهم. هذا فداه الشعر بالنبطي والفصيح، كان للطيب خال كان للمجد. يا سلام، صح لسانك شاعرنا، حتى في انتقاء يعني المفردة، في إيصال أيضا رسالتكم بطريقة أيضا لربما ممتعة للمستمع أيضا. فهنا تأتي أيضا يعني قوة الشاعر ومكامن أيضا القوة لدى الشاعر. شهادة نعتز فيها والله، ما تقصر منك ومن قناتكم الجميلة، ما تقصر. هل أنت مع الدواوين الشعرية شاعرنا في الوقت الحالي المكتوبة، أم فقط كونك أيضا يعني اتجهت إلى وسائل التواصل الاجتماعي بالشعر القصير بأبياته بأيضا المدة الزمنية الخاصة به، فهل أنت مع المكتوب؟ سؤال جميل جدا. هو شوف، كان المكتوب كرصيد لك يبقى، لكن أغلب المكتوب صار على الرف الحين، نكون صريحين يعني. طبعا ما يمنع انسان الدواوين مطلوبه للزمن وللوقت، وكتكون يعني كوسام يبقى لك يعني ديوانك لما. لكن طبعا مثل ما حديثنا السابق انه الانتشار صار من خلال التواصل اكثر. صحيح، ما في شك اكثر، ورسالتك خلال دقائق توصل مكان بعيد، توصل مكان. سعد جدا وتشرفت بهذه المقابلة الشاعر الكبير والمخضرم مروي السديري. كل الشكر لك، ونتمنى لك المزيد من التوفيق. نسعد لما نشوف هذه العبارات الشعرية والمقاطع أيضا الشعرية على وسائل التواصل الاجتماعي. كل الشكر. راسك وساسك وتربيتك صراحة. وأنا بدوري أشكر الإمارات حكومة وشعب وفي كل مناطقها، وأشكر قناتكم الجميلة، وأشكرك على هذا واجب الاهتمام والاستقبال. عسى هذا واجب منا.